تعرف يا غالي ازاي تتصرف صح لو هجمت عليك سمكة القرش وانت لوحدك في البحر بالصدفة، وازاي تقلب الهجوم ده ضدها بكل سهولة؟ بس طبعا في البداية كده لازم الاول تبقى عارف ان سمكة القرش تعتبر واحدة من اخطر واشرس انواع المخلوقات البحرية في العالم زي ما انت شايف كده، وده لان لو اي حد شافها مننا قدامه في البحر بالصدفة ممكن حرفيا يعملها على نفسه من كتر الخوف، صح؟ لكن احب اطمنك شوية واقول لك ان السمكة المرعبة ده عندها نقطة ضعف غريبة شوية، لو استخدمتها صح ممكن حرفيا تنقذ حياتك. ونقطة الضعف دي بكل بساطة هي انك لو قدرت تقلب سمكة القرش وخليت وشها باصص للارض بالطريقة اللي انت شايفها دي، بتدخل بعدها على طول في حالة عجيبة كده اسمها النوم المغناطيسي. يعني تقدر تقول كده يا غالي بيغمى عليها ولا بتبقى حاسة بأي حاجة من اللي بتحصل حواليها. ولو قدرت بقى انك تستغل نقطة الضعف ده هيبقى قدامك فرصة كبيرة جدا انك تهرب بكل سهولة، انت متخيل؟ وفي النهاية يا غالي خليني اقول لك ان انا شخصيا لو شفت اي سمكة قرش قدامي في البحر بالصدفة هنطق الشهادة على طول. هو انا لسه هعمل كل ده؟ ودلوقتي بقى هستناك تقول لي رأيك بمنتهى الصراحة، لو انت بقى شفت سمكة القرش قدامك هتنطق الشهادة زيي ولا هتعمل ايه؟ وطبعا لو وصلت لحد هنا من الفيديو خلينا افكرك باجمل حاجة في الكون، وهي انك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام.